المزاد، باقي 10 دقايق على ما يبلش المزاد. يقولون ان 70% داشين المزاد، والله اعلم. ان شاء الله راح نبتدي في قسيمه رقم 151. بدايه المزاد رقم 9، مزاد رقم 2 295، رقم 9 مزاد رقم 3 مبروك. رقم 8 344، 304. رقم 1 345. رقم المزاد وشنو صار بالمزاد؟ طبعا المزاد بلش الساعة 8 وانتهى الساعة 9 إلا ثلث. أعطيكم تفاصيل. إقبال على المواقع، راحوا المواقع بأسعار جدا مميزة، الله يبارك للمشتري، وما كنت أتوقع أن راح تخلص على هالسعر. اللي صار أن من أصل 22 قسيمة 8 قسايم شارع واحد ما زايدوا عليهم وما انباعوا. القسايم اللي موقعها شارع واحد اللي كانوا مقابل مسجد ومقابل خدمات هم اللي راحوا، واللي شخص واحد فقط. 4 قسايم خذاهم شخص واحد، خذاهم على السعر المعروض بالمزاد، يعني السعر الابتدائي 230,000. الحين خل أعطيكم شنو التوقعات اللي جاي. مع أن على وضع المزاد هذا ممكن يصير في ركود في شرق القرين ما ينعكس على السوق كله، وممكن أن السوق يسجل انخفاض. لكم أن العدد اللي داشين المزاد عدد ما هو كبير، ونتائج المزاد بينت لنا أن شرق القرين ممكن تعاني من ركود أو انخفاض في الأسعار. كلام متداول بالسوق عن موضوع فرز القسايم، أنه ممكن تخلص إجراءاتها بالبلدية، لكن في احتمال كبير ما يمددوا لك التيار الكهربائي. الموضوع للحين ما تأكدنا من صحته أمانة، فإذا كان الموضوع صحيح هذا راح يأثر على أسعار قسايم شرق القرين والسوق عامة. مزاد مفصلي، وشفنا أنه ما كان في إقبال كبير على المزاد، ومن أصل 22 قسيمة انباعت 14 قسيمة وظلت 8 قسايم كلهم شارع واحد. لكن هم نقدر نقول أن في سيناريو ثاني. المزاد كان كله عبارة عن أراضي 500 متر، والسوق اليوم يفتقر إلى الأراضي 400 متر. أغلب التوجه في السوق إلى القسايم اللي مساحتها 400 متر، الناس يعتبرونها أفضل بالبنيان ومن ناحية السعر كذلك. سؤال: هل قلة الأراضي المعروضة بمساحة 400 متر هي اللي راح تاخذ السوق لفوق، ولا نتائج المزاد هي اللي راح تفرض نفسها؟ اللي أقدر أقول أن القرار صعب، وتحليل هذا الأمر وايد صعب. راح نشوف بالأيام الجاية شلون راح يصير بالسوق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. رأيي الشخصي وتغطيتي للمزاد، أتمنى التوفيق للجميع، وأي سؤال أو استفسار أنا حاضر، ويعطيكم العافية. السلام عليكم. تحصلون الفيديو هذا والفيديوهات اللي طافت في قناتنا باليوتيوب وفي تطبيق موجز.